ايه اللي يحصل لو ما سمدتش النخل بتاعي؟ هيحصل بطء في النمو وتاخر في البشاير وقله في الاثمار وسوء في جوده البلحه ذات نفسها. كتب وزاره الزراعه كانوا عاملين مثلا نظام تسميد ان تقريبا بتتسمد 3 مرات في السنه. احنا بالنسبه لنا بنفضل ان انا لا، نفس التسميد ده بسمده للنخله مع تعديلات كمان تانية، بس بيتعمل على معدل مثلا مره شهري او كمان ممكن مرتين شهري، بحيث ان اي وقت قدر ينزل يروح يلاقي تحته غذاء باذن الله جاهز ايه يقدر يستفيد بيه. طيب في نفس الوقت باجي هنا مثلا حته زي ما انا بكلمكم هنا، المزارع هنا بيجي لهم مثلا ميه كل فتره مثلا معينه، بيجوا بيشغلوا الميه بيروا. عمليات الخدمه اقل القليل، بعض المزارع بيسمدوا مره في السنه، بعض المزارع تقريبا ما بيسمدوش، وعلى كده ما شاء الله في انتاج وفي ربحيه كمان. من كام سنه كنت قابلت حد هنا من المكان كان بيقول لي كلمه جميله، بيقول لي انا هنا لو ما صرفتش على النخل ده اي حاجه هيجيب لي ايراد، بس قول مثلا مجازا 5000 جنيه، بس لو صرفت عليه صح انا الفدان هيجيب لي 100000 جنيه، فالنتيجه انا صرفت عليه ايه 20 30000 جنيه ولا حاجه، بس في المقابل العائد عالي قوي. عشان كده دايما بنصح اي حد لازم ضروري التسميد، بتتكلم في جوده مختلفه في عائد جامد قوي. المهم اتمنى اكون افدتكم، واتمنى يا رب تستفيدوا يا رب بالمعلومات دي، وتخلوا بالكم من عمتكم النخله. ولو في عندكم بقى اي استفسارات كلمونا او ابعتوا لنا على الصفحه او على الواتساب، وان شاء الله نكون في خدمتكم. يلا مش هطول عليكم اكتر من كده باي خدمات. السلام عليكم.